واسمحوا لي ان انا اقول لكل المصريين من فضلكم ارجو ان انتوا تنتبهوا لكل كلمه هقولها لكم دلوقتي. شوفوا، الهدف كله من اللي بيتعمل ده هو اسقاط الدوله المصريه، وهم في استراتيجيتهم اللي هم شغالين بيها عارفين كويس قوي ان تماسك الدوله، تماسك المصريين لابد من كسره. في جهد كبير جدا بيتعمل لحمايه شعبنا وحمايه ارضنا. مصر لن تتردد ابدا، لن تتردد ابدا. احنا بنعمل بوضوح لان احنا بنحافظ على شعبنا وبنحافظ على الامن القومي المصري، واللي هيقرب من امننا احنا هنتصدى ليه كما ينبغي. ان الرساله دي تبقى واضحه للجميع. نحن لن نتردد في حمايه شعبنا من الشر واهله. رساله لاي حد بيفكر يجي على البلد دي. قال لك زمان الرجاله ماتت في الحرب، الرجاله دول كانوا اهالينا. لازم تعرف كويس جدا ان المقوله دي صح. الرجاله فعلا ماتوا في الحرب في 73 وهم بيدوكوا على دماغكم. شهداء عند ربنا، احياء عند ربنا يرزقون. وفي نفس الوقت اللي اتبقى من الرجاله اتجوز وخلف وبنى وعمر وطلع ابطال وطلع جيل، وطلع ناس في الجيش وطلع ناس في الشعب وطلع شباب موجودين في كل حته. وقت الاختيار والجد هيظهر معدنهم، هيظهر قوتهم. قوه محارب حارب في 73 خلف وربى اجيال يطلعوا يحافظوا على عرضهم زي ما قال لهم عرضك امك، عرضك اخواتك، عرضك مراتك، اهل بيتك. قال لهم عرضك ارضك حافظ عليها. شباب خرجت وعندها حلم الشهاده في سبيل الله، عارفه ان الجنه في الشهاده. رجاله بجد، رجاله حقيقيه. سيبك من اللي انت بتشوفه ده، وسيبك من اللي انت بتحاول تدمره بمخدرات وحرب فاشله عشان تدمر جيل، عشان انت اصلا خايف تقابله. الشباب عايزه تعيش ابطال، مش خايفه من الموت، عايزه تكمل حياتها ومفيش حد يقدر يكسر عينيها في العالم كله. هو دي شباب مصر. وفي نفس الوقت برضو الرجاله اللي اتبقت من الحرب اتجوزت ستات جدعان، وقفوا في ظهر جوازهم في الحرب. لو تفتكروهم هم مصريه اصيله، خرجوا بنات يعرفوا يقفوا في ظهر جوازهم رجاله. ففي اي وقت احنا مستعدين. وفي ظهر الجيش، وفي مصر جيشها شعب وشعبها جيش. النسل اللي شفتوه والوش اللي خفتوا منه في 73 هو اللي احنا خارجين منه مكملين. حاجه تانية، انا جاهز لده ولا لا؟ قبل كده ما كنتش جاهز. دلوقتي انا جاهز. والشعب الحقيقي هو شعب الإرادة، هو شعب مصر. بيأيد الجيش والرئيس في أي قرار ياخده لمصلحة البلد دي. ولو هتخوفونا بقى وهتدخلونا سياسة الجوع وانكم تحاولوا تجوعونا والكلام ده كله، فاحنا عارفين الكلام ده كله واحنا مش فارق معانا. فاللي بيحصل ده كان إحباط. اوعى تفتكروا غير كده، ده إحباطهم لأن المصريين حيروهم. الله، الحاجة غالية مفيش فايدة. ناخد الرز والسكر مفيش فايدة. ما نوجبش سياحة مفيش فايدة. مش عايزين تحركوا؟ لا هنحركوا. لا، عشنا في أيام مفيش دولة في العالم شعبها يقدر يعيش فيها، واحنا قدرنا وساندنا لأن احنا عارفين إن كل ده كان تبع مخطط لتدمير البلد دي. وبإذن الله مش هتعرفوا، عارفين إن هي هتتظبط وهتبقى أحسن، وهي أحسن بفضل الله، ومش هتقدروا تعملوا معانا حاجة. تحيا مصر.